ازيكم عاملين ايه؟ الفيديو ده غير كل الفيديوهات اللي انا بعملها. النهارده الاكاديميه بتقدم اعلان ان احنا هنعمل دوره تدريبيه او كورس لمده 4 ايام هنعلم فيه الناس ازاي تقدر تدافع عن نفسها ضد جميع انواع الاسلحه، وبرده ازاي هتدافع عن نفسها من غير اسلحه. الكلام ده ب 2000 جنيه من بعد 10000 جنيه، والكورس ده هيبقى لمده اسبوع واحد بس، في اليوم ساعتين. يعني انت بعد اسبوع في اليوم ساعتين هتخرج من عندنا تنين بتطير في الجو. وطبعا مش هتبقى تنين بس، انت هتبقى تنين برخصه، وده طبعا كله معتمد من وزاره البتنجان. فخلينا نتكلم جد شويه. الفتره اللي فاتت انا لقيت كميه اعلانات نازله عن دورات تدريبيه يومين 3 ازاي هندافع عن نفسنا ضد الاسلحه، وعن كورسات دفاع عن النفس مع المدرب مش عارف مين الموثق في اتحاد مش عارف ايه. طب حد يقول لي ازاي؟ انا ازاي بالعقل كده انا كإنسان عاقل فاهم ازاي هروح مكان 4 ايام هخرج منه انا بعرف ادافع عن نفسي ضد جميع انواع الاسلحه؟ حد يقنعني ازاي انا هروح اتعلم في خلال اسبوع ساعتين في اليوم هبقى تنين؟ احنا بنقعد عمر بنتمرن، ولحد النهارده لسه بتمرن ولسه بغلط ولسه بتعلم ولسه قدامي عمر طويل قوي علشان اوصل لحاجه ابقى احسن. بس كميه اعلانات وكميه دورات وكميه كورسات، وكلها هتخرج بكارنيه معتمد مش عارف من مين، هتخرج بشهاده موثقه مش عارف ايه، الشهاده دي معتمده مش عارف ده على اي اساس. انا كاي اساس انسان لا افقه شيء هروح مكان هقعد فيه اسبوع وهدفع فيه فلوس وهخرج منه انا بتعامل مع جميع انواع الاسلحه، بعرف اتشقلب واطير في الجو؟ ده ازاي هيحصل؟ يعني اللي بيحصل ده اسمه عبث، اللي بيحصل ده اسمه نصب. الناس دي بتبيع لكم الهوى، وما بنيجي نطلع نوعي الناس ونقول ده ونقول ان الناس دي كدابه وان الناس دي نصابه وان الناس دي يعني لا تستحق ان انا حتى اقول اسمها، الناس بتتضايق وبتقول لنا سيبوهم ياكلوا عيش، حرام عليكم انتوا بتضربوهم في اكل عيشهم. اكل عيشهم ايه؟ هم بيوصلوا الناس بجد للموت. انا لو عملت حاجه زي كده وخرجت وبعد كده رحت اتحطيت في الموقف ده انا بجد هموت. الحاجات اللي الناس دي بتعلمها لكم بجد بتموتكم. الناس دي بتبيع لك الهوى. هتروح المكان الفلاني هيقول لك انت لو حد مسكك كده هتعمل مش عارف ايه، ولو حد ثبتك كده بص حركه السلاح دي. طب وبعدين انت كده اتعلمت حاجه؟ انت كده المفروض تكون تنين. الحاجات دي انت عشان تتعلم بس حركه واحده او تكنيك واحد انت محتاج تمرين عمر، محتاج تتمرن على التكنيك ده آلاف المرات. فانت اقنعني ازاي في اسبوع او ازاي في 4 ايام انت هتخرج من الكورس ده قادر ان انت تدافع عن نفسك؟ لان انا ناس كتير قوي كلمتني الكورس بياخد قد ايه. مفيش حاجه اسمها كورس فنون قتاليه، مفيش حاجه اسمها كده. ناس كتير قوي بلاقيها داخله مصدقه الوهم ده وراحه وبتدفع بجد الوفات. هيقول لك 5000 جنيه بعد 15000 جنيه، اول 10 هيشتركوا هيدفعوا بس 3 بدل 5. هو اصلا بيبيع لك الهوا. هو مش خسران حاجه، هو بس ما بيعملش حاجه غير ان هو بيضحك عليك، بينصب عليك. وانا اسفه حضرتك ما عندكش عقل، يعني انت ما عندكش عقل تفكر بيه. انا ازاي هعمل كل ده في الفتره القليله قوي دي؟ وبعدين معلش يعني ما هو لو ده حقيقي ما كانش حد غلب بقى، ما كانش بقى فيه مدربين وناس بتروح تتمرن وناس بتقعد عمر تشتغل على الحاجه، ما كانش ده هيحصل. لان لو ده حقيقي ما كلنا كنا هنروح وكلنا كنا هنبقى ماشيين في الشارع تنانين وكلنا هنبقى جامدين جدا وما حدش عارف يتكلم معانا. ما يعني لو ده لو سهله ان انا هروح في خلال 4 ايام هبقى جامده جدا. ما خلاص انا قاعده اصلا بتمرن ليه لحد النهارده؟ انا قاعده بتعب كل يوم وبشتغل على التكنيك مره واثنين وثلاثه وعمر. ليه؟ طالما ده حقيقي. هم الناس دول بتوع برضو التدريب الاونلاين. مفيش حاجه اسمها تمرين فنون قتاليه اونلاين، ويا ريته بينزل فيديوهات صح. يعني احنا بنشوف كم فيديوهات على اليوتيوب وعلى التيك توك وعلى الانستجرام تعليم دفاع عن النفس. معاكم كابتن مش عارف ايه لفنون الدفاع عن النفس. سهله؟ لا. يعني ازاي؟ ايه اللي سهله؟ مفيش حاجه كده. حتى التكنيك انت منفذه غلط. انا لو عملت اللي انت بتعمله ده انا بجد هموت. وبرضو لما بنطلع نوعي الناس ونجيب التكنيك ده ونقول للناس ان اللي بيعملوا ده غلط وادي الصح اهو، وبرضو ما ينفعش ان انت تتعلموا مني على النت. الناس برضو بتزعل وتخش تكلمنا وحرام ومعلش وسيبوا الناس تاكل عيش وانتوا كده بتأذوهم في اكل عيشهم.
لا، ما هو ده نصب. احنا بنشوف كم عبث غير طبيعي. احنا بنشوف بجد اللي بيحصل ده لازم يبقى ليه وقفة، لازم يبقى في حد يقف للناس دي يوقفها عند حدها، علشان الناس دي بجد نصابة. الناس دي بتكسب فلوس من الهوا، بتكسب فلوس على قفاكم. انتوا دلوقتي بتروحوا تشوفوا اعلان زي ده، فبتروحوا تشتركوا وتدفعوا فلوس، هتروح 4 ايام هيعلمك حركتين، انت كده بقيت فاكر نفسك جامد جدا. تخرج تتحط في موقف في الشارع بجد انت لو فكرت تنفذ حاجة، ده اذا عرفت حتى تنفذ حاجة من اللي انت خدتها في ال4 ايام دي، انت هتموت. برضو هم الناس اللي بيتعلموا من على النت. مفيش حاجة اسمها انا هخش افتح فيديو على اليوتيوب اتعلم منه ازاي ادافع عن نفسي. الكلام ده غلط جدا، لان انت بجد لو عملت ده انت هتموت، لان ده مش واقع. وخصوصا كمان ان التكنيكس اللي منتشرة 3/4 خاطئ جدا. كل التكنيكس، مش كلها، اغلب التكنيكس اللي بتنزل كلها افتكاسات، كلها منحوتة من ناس بتنحت من ناس بتنحت من ناس بتنحت من واحد لا يفقه شيء. فخش اتفرج هتلاقي عبث بيحصل. انت ازاي بتصدق ده؟ طب فكر تشتغلوا على الحقيقي، يعني فكر كده تجيب حد صاحبك وتقف تجرب عليه حاجة من اللي انت بتشوفها، زي النقط بتاعت الضغط دي، النقط بتاعت الضغط دي، النقط بتاعت الضغط دي، مش هتلاقي حاجة فيها شغالة. هي زي اللي يقولك لو حد ماسكك كده خد ايده واعمله كده، ما هو مش هتشتغل برضو. انت بجد هتتضرب بس، واللي قدامك هيقف يضحك عليك، هو هيضحك عليك مش اكتر. فيا جماعة نشغل مخنا شوية، خلوا في عقل. مفيش حاجة اسمها فنون قتالية اونلاين، مفيش حاجة اسمها كورس للدفاع عن النفس. انت عشان تتعلم تدافع عن نفسك لازم طول عمرك تفضل تتمرن، لازم تشتغل على التكنيك مرة واثنين وثلاثة ومليون، علشان يبقى عندك ذاكرة عضلية. انت في وسط المشكلة ما بتحصل انت ما بتفكرش، انت جسمك حافظ انت بتعمل ايه، جسمك عارف الزوايا المفروض ياخدها، جسمك عارف المفروض يروح فين. فما تخلوش حد يضحك عليكم. فلو انت مكمل معايا الفيديو لحد دلوقتي، الحاجة اللي حابة اقولها لكم وعامله الفيديو ده علشانها، ما تخليش حد يضحك على عقلك ويبيع لك الهوا، ما تخليش حد ينصب عليك وياخد فلوسك. فكر شوية وشوف الناس دي بتكذب ولا لا. مش طبيعي ان انا اروح اسبوع او 4 ايام اخرج تنين، حتى لو هروح 5 6 7 شهور برضو مش هتخرج بتطير. ممكن تتعلم شوية حاجات، بس انت محتاج تشتغل عليها عمر عشان تقدر ان انت لو اتحطيت في الموقف الفلاني تنفذها. فيا جماعة مفيش حاجة اسمها فنون قتالية اونلاين، مفيش حاجة اسمها كورسات للدفاع عن النفس. وبجد ارحمونا علشان احنا بنعاني، احنا كمدربين بنعاني من الحاجات اللي بتجيلنا دي، والمدربين اللي بتخش تنصب على الناس والفاكرين نفسهم ان هم كده بيعلموا الناس حاجة، لا انتوا كده بتخلوا الناس تروح لقضاها. فحرام عليكم، علشان كده ما ينفعش، يعني ده اسمه نصب، عشان احنا بقينا بجد بنشوف عبث كتير. واخيرا برضو ارحمونا علشان احنا بنعاني. سلام.